برا المألوف مش بس كلام، دي رحلة بتكشف لنا معاني وبتفتح الأبواب. كل فكرة حرة وكل صوت له جواب. أهلا وسهلا بيكم في حكاية جديدة من بودكاست برا المألوف. النهاردة هكلمكم عن موضوع بيشغلنا كلنا: هنلبس إيه؟ ده تقريبا سؤال متكرر بنسأله لنفسنا كل يوم وإحنا نازلين الشغل، رايحين عزومة، أو حتى خارجين مع أصحابنا. وهو سؤال جوهري علشان اللبس واجهتنا الاجتماعية. زمان كانت الهدوم هدفها إنها تسترنا وتدفينا، بس مع مرور السنين وظهور أنظمة التدفئة اتغير غرضها من إنها تدفينا لتصبح وجهة اجتماعية بتحكي قصتنا وبتعبر عن قيمتنا، مشاعرنا، انتماءاتنا، وأحياناً طموحنا. ومع التطور أكتر وأكتر أصبحت عملية اختيار الملابس عملية ديناميكية معقدة، وبقينا نفكر فيها كتير قوي علشان أي اختيار غلط هيأثر على صورتنا الذاتية وإزاي الناس بتبصلنا. لأن هدومنا ومظهرنا يعتبر طريقة من طرق التواصل اللي من دون كلام، ولكن لما ندمجه مع مهارات التواصل الأخرى فالأمر هيتجاوز الانطباع اللي احنا بنسيبه، وهيركزوا الناس على التصرفات اللي بنتصرفها معاهم. وسواء انت كشخص كنت بتدرك هذه التأثيرات أو لأ، فانت لما بتختار هدومك بتقوم بشكل تلقائي بانتقاء أفضلها وأكثرها أناقة. في دراسة بتقول إن نوعية الملابس اللي بنرتديها تؤثر سيكولوجياً على سلوكنا وشخصيتنا ومزاجنا وصورتنا قدام نفسنا، وحتى الطريقة اللي بنتفاعل بيها قدام الناس. وتسمى الظاهرة دي ب-unclothed cognition. ووفقاً لخبير علم النفس الإدراكي بجامعة كاليفورنيا الدكتور لورانس روزنبلوم، فإن هناك أثراً نفسياً لارتداء الملابس الرسمية يختلف عن ارتداء الملابس اليومية. فقال: ملابسنا لا تغير من طريقة رؤيتنا لأنفسنا فقط، بل تغير أيضاً من طريقة عمل المخ وتكوينه للأفكار، وبالتالي فهي تؤثر على عملية اتخاذ القرار. فملابسنا تمتلك تأثيراً بالغاً على أنفسنا حتى دون الحاجة لمعرفة رأي الآخرين في مظهرنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت لو لابس بدلة رسمية هتلاقي نفسك حاسس بوقار وعاقل وبتتكلم بطريقة شوية رسمية، بينما لو لبست حاجة كاجوال هتلاقي نفسك بقيت فريندلي وسهل وخفيف في الحركة، وطريقة كلامك كده بقت مختلفة تماماً. ومش بس نوع الهدوم اللي بنلبسها هي اللي بتأثر علينا، ده كمان الألوان ليها تأثير على مظهرنا ونفسيتنا. وقبل ما أكلمكم أكتر عن تأثير ألوان الملابس على حالتنا النفسية، خليني أحكي لكم عن قصة متكررة بتحصل كل يوم معايا في الشغل. أنا شخص بحب الألوان وبحب ألبس هدوم فيها ألوان كتير، بحس إنها بتديني طاقة وبتخليني كده سعيدة. بينما زمايلي كلهم بيلبسوا أسود، ونادراً لما يلبسوا حاجة فيها ألوان. ونفضل كل يوم في حوار، هم بيسألوني إزاي بتلبسي الألوان دي، وأنا أسألهم أنتوا إزاي بتلبسوا أسود، أنا ما بشوفوش مميز. وفي الحقيقة أن أنا أصلاً ما عنديش بلوزة واحدة باللون الأسود في الدولاب. وعلشان نعرف بقى إزاي الألوان بتأثر على نفسيتنا، خلينا نسأل رونق محسن، مستشارة مظهر ومحللة ألوان شخصية، ونقول لها: يا رونق، إزاي بتأثر هدومنا على مظهرنا والألوان على حالتنا المزاجية والسلوكيات؟ طبعا كلنا متفقين ان ملابسنا الخارجية هي اللي بتعكس هويتنا، هي اللي بتبرز شخصيتنا، والألوان على وجه الخصوص ليها تأثير قوي وفعال، سواء على حالتي النفسية، على قراراتي، على علاقتي باللي حواليا. في ألوان بتديني طاقة، في ألوان بتسحب مني الطاقة، ألوان بتزود من إبداعي، من تركيزي، من قوة شخصيتي، وفي ألوان ليها تأثير العكس. طبعا اختياري لألوان الملابس اللي هي مناسبة أصلا لبشرتي ولشكلي، سواء في لبسي أو في المكان اللي أنا قاعدة فيه، هتخليني أظهر بمظهر أحسن، صحي أكتر، وبالتالي هترفع ثقتي بنفسي، فده هيديكي قوة ونشاط وحماس في اللي انتي بتعمليه. شكراً رونق على المعلومات القيمة، بس لسه محتاجين ردك على السؤال اللي بيراود الناس اللي شغالة من البيت: هل لو لبسوا بيجامة وهم قاعدين شغالين من البيت ده هيأثر على إنتاجهم في الشغل ولا لأ؟
طيب خلّينا برضه متفقين إن لبس الشغل لازم يكون في المقام الأول مُريح، ومش معنى إن هو يبقى مُريح إن هو يبقى مُمِل، لإن أنتِ مجرد ما بتلبسي مثلًا البيجامة directly مُخِّك بيترجم إنِّك في mood الراحة، فبتقِل إنتاجيتِك، ممكن يؤدي إن أنتِ تحسّي إنِّك أكتر خمولًا. ف ملابس الشغل لازم زي ما قُلنا تتسم بالعملية، يعني لازم تكون حاجة أنتِ مرتاحة فيها، بس لازم برضه تدّيكِ إحساس الشغل، بمعنى إن هي تدّيكِ طاقة، وده هيحصل لمّا تبدئي تختاري outfits أو قطع ملابس مخصصة للشغل، سواء الشغل ده أنتِ بتشتغليه من البيت أو بتشتغلي من المكتب. يعني ما ينفعش لو أنا باشتغل من البيت إن أنا أصحى أفطر وأبتدي شغل بنفس الملابس اللي أنا كنت لابساها وأنا نايمة، لإن ده بيدّي إشارات للمخ إن أنا لسه في مرحلة الراحة. لأ، أنا محتاجة أبذل شوية مجهود في إن أنا أغيّر لبسي، أهيّأ نفسي وأهيّأ مخي إن أنا هابتدي شغل، وبالتالي هتبتدي تزيد عندِك الطاقة والإبداعية وإنتاجيتِك كمان في الشغل. نفس الكلام لو أنا باشتغل من المكتب برضه، فأنا محتاجة إن أنا أهيّأ مخي إن أنا هاشتغل، فمحتاجة إن أنا أبذل شوية مجهود في اختياري لقطع الملابس اللي هانزل بيها الصبح. أحيانًا الموضوع ده بيبقى مُجهِد شوية لو أنتِ بتنزلي شغل كل يوم، بس على الأقل ممكن تخططي له أسبوعيًا، يعني ممكن في نهاية كل أسبوع يبقى عندي تخيُّل مبدئي كده كل يوم من أيام الأسبوع هالبس إيه وأنا نازلة الشغل. وطبعا كل المعلومات اللي قالتها رونق واللي بنشكرها عليها بتنقلنا لنقطة تانية، وهي الهوس بالماركات العالمية. كتير من الشباب بيحاولوا يظهروا بصورة مميزة من خلال اقتنائهم لشنط، ساعات، جزم من ماركات عالمية شهيرة، لكن علشان هم مش قادرين يتحملوا سعرها فبيروحوا يجيبوا المقلد منها اللي موجود في السوق. ولأن التقليد ده بيضر بالشركات العالمية، بدأت بعض الدول الأوروبية بفرض عقوبات مشددة بتوصل للسجن لمدة 3 سنين وغرامة قيمتها 300 ألف يورو لكل شخص بيلبس ماركة عالمية مقلدة في المطارات. وفي النهاية اللي عايزة أقوله، خلينا نفتكر إن القيمة الحقيقية للإنسان مش في الماركة اللي لابسها، لكن في الشخصية اللي ورا اللبس ده. وافتكروا إن ناس زي مارك زوكنبيرج وستيف جوبز رغم نجاحهم المذهل كانوا بيلبسوا حاجات بسيطة جداً، لأن قيمتهم ما كانتش في المظهر بل في اللي حققوه. أتمنى تكون الحكاية عجبتكم، وهنتظر منكم تقولولي إذا بتتفقوا معايا في الرأي إن اللبس بيأثر على شخصياتنا وسلوكياتنا ولا لأ. شاركوني تعليقاتكم وآرائكم وهقراها كلها. ولو عايزين تتواصلوا معايا تقدروا تتابعوني على صفحة الإنستجرام podcast by_ريم. استنوني في حكاية جديدة. دمتم بخير. ريم محمود.